السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده مش هديكي نصايح، النهارده هحكي لك حكايه، وهي حكايه ام محمد ديت ست زيي وزيك، بتصحى بدري وتفكر هتطبخ ايه النهارده. وفي يوم السوق اللي هو يوم الجمعه نزلت السوق وقالت هشتري خضار يكفيني الاسبوع كله، وفعلا اشترت طماطم وبطاطس وكوسه وباميه وخيار وجرجير وخس. ورجعت البيت وهي فرحانه جدا وقالت الحمد لله خلصت مشوار السوق. وعدى اليوم والتاني والتالت، وبعد كام يوم فتحت التلاجة لقيت الخيار دبلان والجرجير اصفر والطماطم بقت طرية وبايظة. قالت معلش هرميهم، ورمته. الاسبوع اللي بعده عملت نفس الغلطة ونفس الحكاية لحد ما بنتها سألتها وقالت لها يا ماما، احنا ليه كل اسبوع بنرمي خضار؟ ليه؟ ساعتها ام محمد سكتت وبدأت تحسب، لقيت انها كل اسبوع بترمي خضار بحوالي 100 جنيه، يعني في الشهر ب400 جنيه، يعني حوالي 400 جنيه في الشهر. وال400 جنيه دول في السنة يا بنات، لو هنضرب ال400 في 10 شهور ب4000 جنيه. طيب اضربي في 12 شهر بحوالي 4800 جنيه. كانت ممكن تشتري بيهم جرام دهب او نص جرام دهب، وتقدر توفر وتحوش وتدبر من بند بسيط وهو بند الخضار الاسبوعي. تمام. مبلغ كبير جدا. وقتها فهمت ان المشكلة مش في سعر الخضار، المشكلة انها بتشتري اكتر من احتياجاتها. ومن يومها بقت تشتري على قد الاسبوع، وبقت الاستخدام الاول الخضار اللي قرب خلاص يبوظ بتبدأ ان هي تستخدمه. طيب كمان يا بنات فكرت في ناحية التفريز. التفريز يا بنات حلو جدا جدا جدا، من اول الطماطم لحد البامية لحد البسلة والجزر والحاجات ديت والبرتقان وكمان الفاكهة. اي حاجة ممكن تفرزيها دلوقتي يا بنات بتوفر عليكي هدر كتير جدا. الطماطم انت بتبقي عارفة احتياجات بيتك من الطماطم قد ايه كل اسبوع. هل انت بتطبخي كل يوم؟ هل طبيخك يوم ويوم؟ لو انا بطبخ كل يوم هجيب الطماطم، لو انا عارفة ان في 3 كيلو طماطم بيقضوني في الاسبوع، هبدأ ان انا اجيب 3 كيلو طماطم واعملهم صلصة واكيسهم. صدقوني بتوفر عليكي نص الوقت والمجهود والوقفة في المطبخ. طيب، والغريبة ان هي لقت نفسها بتوفر من غير ما تحرم نفسها. وفي اخر الشهر قالت جملة عمرها ما تنساها: التوفير مش انك تشتري الارخص، التوفير انك ما ترميش اللي بتشتريه. وانا عايزة اسألك سؤال، تمام؟ حصل معاكي كده قبل كده اشتريت خضار او فاكهة واضطريتي ان انت ترميها؟ احكي لي حكايتك في التعليقات عشان اي بنت تقدر تستفيد من حكايتك. كمان الباميه دلوقتي متوفره في السوق يا بنات وبدات ترخص، بقت ب40 جنيه. انا جايباها امبارح يوم الجمعه ب40 جنيه. لو كل اسبوع هتجيبي لك نص، اعملي ربع وخزني ربع. تمام. في ناس كتير قوي بتحب الباميه، والباميه مش شرط ان هي تبقى على اللحمه وبس، انا بطبخها بالشوربه بتاعه الفراخ او بالشوربه بتاعه اللحمه، مش ضروري ان هي تبقى على لحمه وبس. كمان يا بنات اللوبيا والفاصوليا، بجيب كل شهر كيلو لوبيا وانقعه وارجع الصبح اغليه غلوتين، وبيقضيني بعمل منه حوالي كل اسبوع بعمل كيسين، الاتنين في 4 ب8، بعمل منه 8 اكياس. زائد بقى البطاطس كنز موجود في كل بيت. ممكن ان انت تقدري تستخدمي البطاطس كفتة، صينية، حابة تشوي فراخ. البطاطس حاجة أساسية زيها زي العيش. أمهاتنا دايما كانوا بيقولوا كده، كانوا بيقولوا البطاطس زيها زي العيش. الفاكهة طبعا موجودة في السوق دلوقتي، المانجا والبرتقان. في برتقان صيفي موجود دلوقتي في الأسواق. بيقولوا ان هو مش حلو، انا جبته وجربته اكل وعصير تحفة. الكيلو ب15 جنيه، وفي ناس كانت بتبيع ال2 كيلو ب25 جنيه امبارح. الطماطم كانت عندنا امبارح يا بنات ب25، والبطاطس ب20 وب15. جبت كرومبة كانت عاملة 40 جنيه. جبت كرومبة كانت عاملة 40 جنيه. جبت كرومبة كانت عاملة 40 جنيه. وجبت 3 كيلو طماطم. انا بقول لكم على التسويقه بتاعت امبارح. وجبت الخيار كان عامل 15 جنيه. وجبت البرنجان كان عامل 10 جنيه. تمام. ده بالنسبه لبند الخضار. جبت امبارح مانجا وبطيخ وجبت برتقان. كل سوق بنوع، مش ضروري ان انا كل سوق اجيب نفس الفاكهه. يعني مش ضروري السوق اللي فات انا جايبه تفاح، تمام، السوق اللي فات انا جايبه تفاح، مش ضروري السوق ده خالص ان انا اجيب
اجيب برضو تفاح لا، انا بجيب مثلا مره تفاح، مره مانجا، مره بطيخ. وما تسترخصيش في البطيخ خالص يا بنات. انا السوق اللي فات استرخصت في البطيخ، طلع بايظ ومش حلو. كان بيديني التلاتة ب50 جنيه، جبته طلع مش حلو خالص. فجبت بقى واحدة غالية المرة دي ب35 جنيه، طلعت حلوة جدا جدا جدا. تمام. في ناس بتشتري الخضار والفاكهة من السوبر ماركت. طبعا بيبقى في فرق الاسعار، في فرق في الاسعار. السوق بتبقى حاجته حلوة جدا، بتبقى حاجته رخيصة شوية عن حاجات السوبر ماركت. فانت هتبقى كل خضارك زي ما قلتلك في الاول كده، او ما تعمليش زي ام محمد. اشتري، ما تشتريش الحاجة الرخيصة. يعني ما تروحيش تجيبي مثلا، بيقولك في طماطم للطبيخ، تمام، والاقي الناس رايحين يجروا عليها. تمام. الناس بيروحوا يجروا على الطماطم دي، بتبقى وحشة جدا، انا مرضاش اجيب منها خالص، بتيجي في الاخر وترميها. الخضار والفاكهة بالذات ما تسترخصيش فيهم. يعني حاولي تجيبي الحاجة النظيفة، لان ده اكل لولادك واكل لبيتك، يبقى انت لازم تاكلوهم الحاجة النظيفة. اعملي ميزانية كل اسبوع قبل ما تروحي تشتري خضار او فاكهة. انا يوم الجمعة ده بجيب الخضار والفاكهة والسمك. احنا عندنا يوم الجمعة معروف خضار فاكهة سمك. السمك ممكن اجيبه واعمله في نص الاسبوع، وممكن اجيبه واعمله يوم الجمعة. بس هو في الحر ده يعني حاسه ان هو تقيل كده، حاسه ان السمك تقيل في الحر لو ما كانش مشوي مقلي بقى او صينيه، حاسه ان هو تقيل قوي. انا جبت امبارح الكرنبه وعملتها، لان ولادي بقالهم كتير قوي ما كلوش محشي، فكانوا زن 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 عايزين محشي. حسبتها قلت الكرنبه زي ما قلت بالظبط جبتها، كانت حلوه جدا، وكانت عمايلها خفيفه. يعني انا يعني بحبش اصلا عمايل المحشي، بس عندي مامتي متميزه يا بنات في عمايل المحشي، متميزه، بتحب تعمل المحشي بتعمله في ثانيه. في ستات كتير يعني ما بتحبش تعمل المحشي. اعملي بقى درج في المطبخ كده من اول الاسبوع، من اول يوم السبت. الدرج ده حطي فيه كل ما تيجي تطبخي شويه رز. انا هعمل النهارده 3 كوبايات، لا هعمل 2.5 كوباية وهحش شويه رز دول. هطبخ النهارده مكرونه، نفس الحكايه، هحش شويه مكرونه بواقي الحاجه اللي انت من الاكله اللي انت بتطبخي منها كل يوم. طيب انا بلم البواقي دول يا محمد. انا لميت النهارده شويه رز وشويه شعريه وشويه مكرونه. ممكن اجي اخر الاسبوع واعمل منهم وجبه كامله، غدا كامل. اعمل بقى كشري. انا النهارده كنت عايزه اعمل لحمه، حشت حتتين، ممكن اجي اخر الاسبوع مع شويه رز مع شويه لوبيا اطبخهم يبقوا وجبه. تمام. تجربه التوفير مش هيبقى في الفلوس بس، احنا هنوفر النهارده في كل حاجه. والنهارده حبيتكم اكلمكم عن الخضار والسوق والحاجات ديت، عشان هو بند برضو تقدري ان انت توفري منه. كل ما تجيبي الحاجه كويسه وتعرفي انت استهلكت قد ايه خضار وفاكهه في الاسبوع، هتقدري توفري. لو وفرت 10 جنيه او 20 جنيه مش وحش من السوق. ممكن تعملي برطمان وتحطي فيه بقى ال10 جنيه او ال20 جنيه، وتبقي جمعيه انت بقى عاملاها مع نفسك. ليه في بيوت دخلها قليل يا بنات بتعرف تحوش، وبيوت دخلها كتيره ما بتعرفش تحوش؟ اكتبوا لي الاجابه في الكومنتات. الموضوع مش في الفلوس على فكره، الموضوع قرار. الموضوع قرار انت اللي بتاخديه مع نفسك، لان الست هي اساس البيت. الست هي اساس البيت. انت ملكه بيتك ودي شركتك، وتعرفي ان ازاي ان انت تديريها بخبره. يعني كل واحده عندها خبره في اي حاجه، عندها وعي انت بتعملي ايه، هتقدري ان انت تديري البيت بشكل كويس جدا. فما تنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمايل لايك وشير لام محمد لو انت النهارده قدرتي تستفيدي مني، ولو بحاجه صغيره ومعلومه صغيره النهارده بالله عليكم ما تنسوش الدعوه ان ربنا يشفيني ويصلح حالي انا واولادي. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حكايات جديده من سلسله حكايات في بيوت مصريه.
ان شاء الله هنحكي كل يوم حكايه تقدري ان انت تستفيدي بيها وتخرجي من الفيديو وانت معاكي معلومه جديده. وعايزه اقول لكم ان انا فرحانه جدا بتعليقاتكم الحلوه وفرحانه ان انا بدات معاكم على القناه، ويعلم الله ان انا يعني بحبكم في الله، ونفسي ان انت تستفادي وتكتبي لي انت عملت ايه في الحكايه النهارده او في النصيحه بتاعت النهارده. اشوفكم في فيديو جديد.